ننتقل في الحديث يا كابتن الحديث عن نادي النصر وكده. يمكن حضرتك زرت قبل كده نادي النصر. نحب نعرف رايك ايه في النادي قبل التطور اللي حصل في عهد الدكتور عمرو عبد الحق والفتره الحاليه. والله انا يعني رحت نادي النصر يمكن من حوالي 4 سنين مع نادي الجيش في مباراة ودية، وللأسف ما كانش ليا الشرف لأن أنا أزوره مرة تانية، لكن أنا عارف أن هناك تطور غير عادي موجود داخل النادي في ظل وجود الدكتور عمرو ومجلسه الموقر. أنا ما أعرفش أسمائهم، لكن الدكتور عمرو تحديدا هو علامة بارزة في الوسط الرياضي، وراجل صاحب رأي وأنا بحترم في هذا، وصاحب مبدأ بيتمسك بحقوقه، يعني حقوقه كنادي، كممثل للنادي في كل المواقف وفي كل المحافل. اعتقد انه بيدير النادي بشكل، هو والمجلس بشكل الى حد كبير احترافي، بيحط مصلحة النادي في المقام الاول. على المستوى الاجتماعي انا شايف ان هناك تطورات كبيرة جدا داخل النادي من حيث المنشآت والتطوير، فيعني هو نادي يعني يحتذى به في اسلوب الادارة، واتمنى لهم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ايه توقعاتك لنادي النصر في المستقبل؟ يعني اتصور انه انت بتتكلم على المستوى الرياضي ولا الاجتماعي؟ لا، الاجتماعي في المقام الاول. على المستوى الاجتماعي هو نادي هيبقى جاذب جدا جدا للكثيرين في المنطقة في القاهرة وفي مدينة نصر تحديدا، في ظل الخدمات اللي موجودة، ومصر الجديدة في ظل الخدمات اللي موجودة في الوقت الحاضر يعني. لو اتكلمنا برضه عن فريق الكوره، طبعا حضرتك واجهت نادي النصر اكتر من مره في ماتشات وديه وكده، نحب برضه نعرف رايك فريق الكوره بقدر كابتن سيد. يعني فريق محترم جدا جدا بيقوده سيد عيد، وسيد عيد ده انا يعني من اللعيبه اللي انا يعني دربته في نادي الاتحاد في فتره قصيره جدا، وهو انسان محترم وانا بكن له كل الحب والتقدير، وشايف انه خطى خطوات كبيره جدا في مجال التدريب، ومحقق شيء جميل جدا بانه يكون فرقه بهذا القدر من الكفاءه وفي وقت قصير. يعني اتصور انه في المرحله اللي جايه هناك هيبقى في تطوير كبير داخل هذا الفريق. هل في لعيبه معينه حضرتك عارفهم مثلا من الفرقه؟ للاسف لا. كابتن طلعت، برضه نحب ناخد رايك في بعض الاحداث اللي على الساحه حاليا، يعني ابرز الاحداث اللي حاصله، الشغب الجماهيري، الحاجات الغريبه اللي بنشوفها، الشماريخ، الكلام ده. شايف الحاجات دي ممكن تتحل ازاي يا كابتن؟ بص، يعني حلولها مش سهل لانها ثقافه، يعني خلينا نقر بهذا. يعني هي ثقافه مش جمهور، ما اقدرش اقول جمهور، انما ثقافه بعض الافراد داخل الجماهير، والتعامل مع هذه النوعيه من التصرفات انا شايف انها في حاجه الى ردع قوي. يعني احنا ما زلنا، وبعد مرور 100 يوم النهارده على الثوره، ما زلنا بنتعامل مع السلبيات والاخطاء بشيء من الطبطبه يعني، وده مش مطلوب. يعني انا من انصار، يعني انا في عملي الخاص انا حاد جدا جدا في التعامل مع الخطأ، وحاد جدا في التعامل مع الايجابيات، في ان انا ابرز هذه الايجابيات وتبقى لها حقوقها يعني. وده اكتر شيء ممكن ينجح على مستوى الاداره. فاذا كنا بنتكلم عن البلد على انها بتدار من خلال مجموعه يعني احنا اخترناها، فاحنا في حاجه الى ان يكون هناك حده في التعامل مع السلبيات اللي موجوده في الشارع بشكل عام، والكرة دي جزء صغير جدا من الشارع المصري. كابتن، برضو يعني أزمة من أزمات الكرة المصرية الأندية كلها بتعاني منها، حتة التحكيم وكده. يمكن دلوقتي لجنة التحكيم اتغير، رئيس لجنة كابتن حسام مشي وجي كابتن محمد صيام. شايف برضو التحكيم ومشاكله ممكن تتحل ازاي؟ التحكيم اولا انا بكن كل الاحترام للكابتن حسام، وهو رجل فاضل، واعتقد انه خلفه كابتن عصام صيام لا يقل عنه احترام وقدرة يعني، واتمنى له التوفيق. لكن مش هتوصل اليوم انت هتتكلم فيه عن السلبيات التحكيم. سلبيات التحكيم ستظل قائمة وموجودة. انا يعني بلاش كلمة سلبيات، اقول اخطاء التحكيم. الاخطاء دي هتفضل موجودة شئنا ام ابينا، ولكن احنا بنتمنى ان تكون هذه الاخطاء غير مقصودة، دي نمرة واحد، وان تكون نسبتها قليلة جدا جدا ولا تؤثر في نتائج المباريات. يعني المرحلة اللي فاتت أنا شايف إن هي مرحلة ما نقدرش من خلالها نقيم التحكيم بشكل كامل، وخصوصا في الدور الثاني بعد مرور 4 أسابيع. أنا في حاجة إلى بعض الوقت
يمكن عشان نقدر نقول التحكيم فين في مصر. لكن هو في النهاية هو في حاجة إلى تطوير كبير جدا جدا، وفي حاجة إلى دعم، لأن الحكام دول حسب معلوماتي يعني برضو حتى هذه اللحظة أنا شايف إن هم ما خدوش حقوقهم بالقدر الكافي في ظل نظام الاحتراف المطبق داخل مصر. في النهايه كابتن طلعت نحب نسمع من حضرتك كلمه للجمهور، لاعضاء نادي النصر ولمجلس الاداره. اقول لمجلس الاداره بقياده الدكتور عمرو، يعني انا قلت ان انا بحترم وجهات نظره ممثلا لمجلس الاداره، وبحترم مواقفه الثابته ومبادئه اللي ما بيحدش عنها، واحترم يعني قتاله واستبساله في تحقيق مطالب هذا النادي. اتمنى ان يظل على هذا الموقف. أعضاء نادي النصر أنا أتصور أن هم في حاجة إلى الالتفاف حوالين المجلس ومساندته في تحقيق طموحاته، لأنه في النهاية أي شيء كويس هيحصل جوه النادي هو عائد على أعضاء النادي في المقام الأول. كابتن طلعت في النهاية ما فيش غير إني أشكر حضرتك على هذا اللقاء. متشكر جدا جدا، شرفتونا.